بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. في الاكسرسايز رقم 24 هو عايز يعمل فانكشن بالجافا سكريبت بيتشيك ان النمبر ده از برايم ولا لا. يعني المفروض ان الرقم ده عدد اولي ولا لا. العدد الاولي بيبقى ايه؟ هو اولا اكبر من الواحد، ما ينفعش اصلا يكون واحد او اصغر من الواحد. طيب بعد كده المفروض انت تتأكد ان العدد ده بيقبل القسم على نفسه او على الواحد ولا لا. لو بيقبل القسم على نفسه او الواحد يبقى اذا ده عدد اولي. لو لقيته بيقبل القسمة على عدد تاني زي مثلا الستة، تلاقيها بتقبل الاسم على عدد تاني زي الاتنين أو التلاتة وهكذا، فإذا ده مش عدد أولي. نفس الكلام في الأربعة. طيب أنا أول حاجة المفروض أطلعها بره السياق، ما تدخلش معايا حتة إن هو يكون يا إما بيساوي واحد يا إما هو أصغر من واحد. فهقول كونسول أو آسف كونست، وأعمل اسم الفانكشن بتاعتي برايم is برايم بالشكل ده، واحط الارجيومنت بتاعتي اللي هي النم بالشكل ده، واقول لو كان النم ده اقل من او يساوي الواحد فانت كده بره الحسبان اصلا، اطلع لي بره المعادله خالص، انت كده مش برايم اصلا. طيب هقول ان انا عايز امشي من طبعا من بعد الواحد، يعني من اول الاتنين، امشي كده لغايه النم، لغايه الرقم اللي انت حطيته لي، فانا كده هستخدم الفور العاديه. فاقول ان الاي هتبدا من عند الاتنين، وان الاي لازم تكون اصغر من النم بتاعتي، وهيكون في انكريمنتال العداد بتاعي اللي هيزيد كل لفه واحد. هتشيك لو كان النم ده موديلس الاي يساوي زيرو، اذا كده انت مش رقم اولي. تمام، فالمفروض الكلام ده برضو هيبدأ ان هو يرجعني بفولس. طيب عكس الحالتين اللي فوق دول، معنى كده ان ده على فكرة، يعني السطر ده معناه ان هو يقبل القسم على حاجة تانية. تمام. طيب عكس الكلام ده يبقى هو بيقبل القسم على نفسه او على الواحد، فانت المفروض هترجع لي ترو بالشكل ده. طيب تعال نجرب. انا هقول كونسول دوت لوج، كونسول دوت لوج بالشكل ده، وابدا اقول مثلا واحد فولس بره الحسبان، زيرو فولس بره الحسبان. طب اتنين، كده عدد اولي. طب تلاتة عدد اولي. طب اربعة لا فولس. طب ستة لا. طب خمسة. طب سبعة. اذا كده دي الفانكشن بتاعت الاعداد الاوليه.